مساء الفل. كلمتين كده للاستاذ خالد طلعت الصحفي المحترم، بخصوص الموضوع اللي هو بتاع شيكابالا او بتاع حاتم بطيشه بمعنى اصح، يعني اللي هو قال اللي يقول لك شيكابالا انتهى قول له ده عندها. الاستاذ خالد كتب كده على البوست عنده على الفيسبوك وفرحان بيه، وفرحان ان القنوات اللي بره بتاخد البوست وبتتكلم عليه والكلام ده كله. ان هو بيقول ان هو الالفاظ دي ما ينفعش تدخل البيت المصري. هو فعلا صح، الالفاظ دي ما ينفعش تدخل البيت المصري، انا معاك 100%. ما ينفعش اي الفاظ قبيحه تدخل البيت المصري، اتفق معاك تماما. في نفس البوست راح قايل ان يعني مثلا يعني الكلام ده يتقال مثلا على جون قفشه في القضيه، ممكن يتقال على حسين الشحات عشان هو مثلا هداف افريقيا، لكن ما يتقالش مثلا على شيكابالا عشان جاب جون في فرقه تعبانه من جيبوتي يعني في دور 32 في الكونفدراليه. فيعني مش مهم يعني عشان يتقال عليه الحاجات دي. المبدأ ما بيتجزأش، ما هو يا يا لا، يا عيب ما ينفعش الكلام ده يتقال، يا ممكن يتقال عند حاجات وحاجات معينه. خلاص، فتجزأ المبدأ ده ما بيتجزأش، هو المبدأ واحد، يبقى ما ينفعش الكلام ده ان هو يتقال. خلاص اتفقنا، هو ما يتقالش. تمام تمام. حضرتك كنت فين لما كهربا حطه صح؟ كنت فين؟ خلاص، كنت فين لما كهربا قعد 3 4 شهور على لما طلع القرار بتاع الايقاف بتاعه لما كان الدوري خلص؟ كنت فين؟ طيب سؤال تاني، حضرتك كنت فين لما معلول حط الزغلول؟ كنت في العشة؟ طب ما ده كلام قبيح برضه. ولا مدحت شلبي حلو وحاتم بطيشه مش حلو؟ يا ريت حضرتك يا محايد، يا اللي طالع بتصور بتيشيرت الاهلي مش عيب، ما دام لابس تيشيرت الاهلي انتمائك دي حاجه حلوه، زي الواحد لابس تيشيرت الزمالك اهو، بس بيبقى عنده على الاقل حياديه او بيتكلم بما يرضي الله. فحضرتك كده تطلع تتكلم بحياديه وبما يرضي الله، يا اما تجيب سيره الزمالك تاني على لسانك. هتجيب سيره الزمالك تاني على لسانك، الناس هتقف لك، محدش هيسكت، وهنرد وهنبقى زي الفل مع بعضينا. فيا تتقي الله في الكلام اللي بتقوله اللي بتهيج بيه الدنيا على الناس، يا اما تسكت خالص. شكرا.